الأهلي يضمن الصعود بنسبة 80% إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي يفوز النهاردة 1-0 على ميديام الغاني في أرض ميديام الغاني بهدف رائع 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 من الكابتن الكبير حسين الشحات. النهارده هنحلل مباراة النادي الأهلي وميديام الغاني وبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يضع خطوة ونصف إلى دور الثمانية. فما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة وتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في تحليل المباراة. النهاردة النادي الأهلي قدر إن هو يفوز بنتيجة 1-0 على أرض ميديام الغاني وسط جماهيره، وسط احتفال كبير من جماهير ميديام الغاني. النهاردة النادي الأهلي قدر إن هو يفوز ويعمل مباراة الشوط الأول جيدة أو شبه جيدة، والشوط الثاني قدر يأكد إن هو نادي كبير ونادي عظيم، وقدر إن هو يفوز ب1-0 بهدف رائع رائع رائع. النهارده الشوط الأول ما كانش على قدر المسؤولية من لعيبة النادي الأهلي، وما كانش فيه فرص كبيرة ولا فرص يعني تتحسب إن هي فرص على المرمى. ولكن النهارده اللي أحسبه بنسبة كبيرة النهارده اللي هو تألق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، حارس عيين النادي الأهلي. النهارده مصطفى شوبير قدر إن هو يثبت إن هو حارس كبير وحارس عظيم. النهارده قدر إن هو يثبت جدارته وإن هو حارس كبير وإن هو على قدر المسؤولية بحراسة عرين النادي الأهلي في غياب محمد الشناوي. النهارده أحب أشكر اللاعب اللي هو يستحق الإشادة والتحية على طول، وهو اللاعب ياسر إبراهيم. النهارده أشكر في كل اللاعيبة. النهارده الأهلي يخطو خطوة ونصف إلى صعود دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهارده في حال فوز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز التنزاني أو تعادلهم يصعد النادي الأهلي بنسبة 100%، والنادي الأهلي بنسبة كبيرة صعد، لأن شبه مستحيل إن هو يخسر في القاهرة على أرضه وسط جماهيره. النهارده كل ما يقال عن المباراة إن النادي الأهلي عن جدارة واستحقاق. ما كانش فيه أداء الشوط الأول كويس، ولكن أداء الشوط الثاني والقوة والشجاعة اللي لعبوا بيها اللعيبة في الشوط الثاني رغم الظروف اللي حصلت لهم في الطيارة هنحكيها سوا. إن هو قدر يفوز وقدر يتألق، وإن هو النهاردة لعيبة النادي الأهلي وكل جمهور العظيم كان وراه وقدر إن هو يفوز 1-0. النهاردة أول حاجة هنقولها وهو الشكر لمصطفى شوبير، الشكر لياسر إبراهيم. بعض التحفظات على محمد عبد المنعم، بعض التحفظات على أداء محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي. النهاردة محمد عبد المنعم يعني في بعض التحفظات عليه لأنه في ثقة زيادة منه، الثقة زيادة في الأداء، في بعض الأخطاء اللي هي ما يرتكبها اللاعب محمد عبد المنعم. ولكن كل ما يقال شكرا للفوز دويتي لضمان بنسبة 85% الصعود لدور الثمانية. نشكر اللاعب اللي هو غاب لفترة طويلة ولكن ذو الخبرات الكبيرة وذو المهارات الخاصة وذو القوة البدنية، وهو اللاعب عمرو السولية اللي النهاردة يستحق 80 أو 70% من الهدف، اللي هو قوة طويلة لعبها عمرو السولية ويريحها مودست بتريحة كده كويسة، بتريحة لعيب كبير. النهاردة نقول بسبب التمريرة دي النهاردة الأهلي قدر يحرز الهدف ويفوز باللقاء.
تريحة، وحسين الشحات على طول ما يرحمش يسجل الهدف الأول في أول الشوط في الدقيقة 48 من دون رحمة، يسجل الهدف. والنهاردة الأهلي قدر يسير المباراة بخبراته وخبرات لاعبته، وقدر إن هو يفوز النهاردة بالظروف اللي حصلت في طيارة النادي الأهلي، وإن هي عطلت وما كانش فيه أي وقت ولا كان في الفندق اللي كانوا حاجزينه في مدينة غير المدينة اللي الطيارة عطلت فيها. ولكن مع كل الظروف والتحديات اللي قابلتها لاعيبة النادي الأهلي إن هو يسافروا مدينة مديامة، لكن النادي الأهلي كبير والنادي الأهلي عظيم، والنادي الأهلي قدر إن هو يفوز وقدر إن هو يعمل مباراة كبيرة، وإن هو النهاردة يشرفنا في دوري الأبطال. قدر إن هو يتألق ويفوز ويوصل بنسبة 85% إلى دور الثمانية. ده كله يستحق الإشادة والتحية. النهاردة الشكر لكل لاعب في الخط الوسط. النهاردة رضا سليم بعد عودته من الإصابة يستحق الإشادة والتحية. النهاردة بيرسي تاو عمل مباراة متوسطة المستوى ما استحقش عليها الإشادة والتحية قوي. النهاردة موديست عمل مباراة لحد ما جيدة. النهاردة الهدف اللي خد لقطة المباراة والكريزة تحت المباراة اللي سجل الهدف حسين الشحات. النهاردة خط الوسط يستحق كله الإشادة والتحية. فده كان رأيي في مباراة الأهلي ومديامة الغاني النهاردة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ده كان رأيي.